الله هنتكلم عن موضوع مهم النهاردة. هنتكلم العجل بيكسبني قد ايه في اليوم، او عشان العجل يكسبني المفروض اعمل معاه ايه. في حاجات طبعا معانا ممكن تزود مكسبك وتزود لك ربحك، وفي حاجات ممكن تقلل مكسبك ده. فالموضوع مهم ولازم اي حد مربي عجول لازم يسمعه ويبقى عنده خلفية بيه. في الاول يلا بينا نبدأ، وما تنساش تصلي على النبي، وما تنساش تشترك في القناة لو احنا بنقدم لك اي حاجة تفيدك. في الاول كده انا ايه اللي بكسبني من العجل ده؟ يعني انا عندي عجل، هكسب منه ازاي؟ هكسب منه لما العجل ده يحول لي. يعني هو التحويل سر المكسب. المكسب بيبقى في التحويل مش في العجل. طيب، طب العجل المفروض يحول كام كيلو يا عم اسلام؟ والله العجول الخريطة اللي احنا بنشتغل بيها هتحول لك من كيلو لحد كيلو ونص، اللي هو البريمو خالص. لو عجل انت ماشي شغلك صح وعلفتك صح وتحصيناتك صح يوصل معاك الكيلو ونص. طب العجول اللي حولت معاك ايه يا عم اسلام واشتغلت بيها والدنيا ايه كانت؟ معدلات التحويل ايه؟ والله كانت 45 كيلو في الشهر. ده يعني ممكن لو انت مبتدئ او عندك خبرة بسيطة شوية توصل ل 45 كيلو، ده مستريح لو انت علفتك كويسه وتحصيناتك كويسه. و45 كيلو مش وحش بالنسبه للعجل الخليط، مش وحش، كويس شغال ان شاء الله، يلم مصروفه معاك. طيب قلنا عشان نكسب من العجل ده يبقى لازم تحويل. طب هل العجل ده هيحول لي من فراغ، او العجل ده هيحول لي وخلاص؟ لا طبعا، العجل ده عشان يحول لي مظبوط لازم اتبع معاه شويه اساليب وشويه حاجات. طب ايه هم يا عم اسلام الاساليب والحاجات دي؟ اول حاجه في الاول خالص لازم اجيب عجل مظبوط. عجل مظبوط ازاي؟ لازم اجيب عجل بمواصفات تكون كويسه. طبعا مواصفات العجل في فيديو على القناه لو حضرتك عايز تعرفها هتلاقيه. طب نظرة سريعة كده برضه عشان اللي بيسمعنا أول مرة أو اللي ما عندوش خلفية يبقى عارف. لا مؤاخذة. العجل لازم يكون ظهره عريض، العجل لازم يكون رقبته، دماغه قريبة من رقبته، قصيرة كده، رقبته قصيرة ودماغه صغيرة، ما تكونش دماغه كبيرة، ما تكونش دماغه كبيرة في الحجم، ورقبته تكون قصيرة، ظهره يكون عريض، فتحة العجل من ورا تكون واسعة عشان خاطر لما يرص معايا لحم او كده يبقى الفخاد معايا عريضة، العجل يشيل معايا لحم. رجل العجل تكون كويسة، تكون محملة عشان خاطر لما العجل يوصل معايا وزن تقيل رجله تقدر تشيل. دي حاجات مبدئية كده ايه انت حضرتك تبقى عارف. يبقى لازم وانت بتجيب العجل من السوق لازم تجيب العجل المظبوط. العجل المظبوط بمواصفات معينة، لان العجل ده هو اللي هيترتب عليه التحويل طول مدة الدورة بتاعتك، اللي بما فيه هيترتب عليه المكسب. طيب، جبنا العجل يا عم اسلام والدنيا تمام، وجبنا العجل بمواصفات حلوة، سواء انا بعرف ولا ما بعرفش، خدت واحد معايا وجبت عجل مظبوط تمام. اول حاجة المكان عندك لازم يكون مظبوط. ما ينفعش تجيب عجل ترميه في اوضه تكون صغيره، ولا اوضه تكون الشمس ما بتخشهاش، ولا اوضه يكون ما فيهاش تهويه وتقول لي العجل ده هيحول. شوف حضرتك لما تقعد في اوضه مكتومه ولا اوضه مخنوقه ولا اي حاجه، شوف حضرتك بتبقى مخنوق ازاي. ده حيوان بس بيحس، وزيه زي البني ادم بالظبط في الحس والحاجات دي. انا ما بشبهش البني ادم بالحيوان، بس انا بتكلم على الاحساس والحاجات دي تمام. يبقى المكان لازم يكون كويس، لازم يكون كويس. طب مكان كويس ازاي؟ يكون في شباك، لحضرتك بتربي في اوضه يكون في شباك، يكون في باب كويس، تكون الشمس بتخش المكان. في الصيف اللي احنا فيه ده لازم يكون في تهويه، يكون في مروحه. طيب طبعا الزريبه برضو نفس الكلام. طبعا لازم تنظف تحت العجل باستمرار. يبقى احنا كنا قلنا كده تجيب العجل مظبوط، المكان يكون مظبوط. معانا بقى بعد كده العلف. دي طبعا نقطة يعني تعتبر واخدة الحيز الأكبر في التحويل، اللي هو العلف ده. طيب العلف يا عم اسلام بيبقى عبارة عن إيه؟ العلف بيبقى عبارة عن طاقة، عبارة عن بروتين، عبارة عن ألياف، عبارة عن إضافات. هم 4 حاجات هم لازم يكونوا متوفرين في العلف. عندك بقى بدل نوع البروتين 20 نوع بروتين، بدل نوع الألياف 20 نوع ألياف، بدل نوع الطاقة 20 نوع طاقة. شوف انت حضرتك مقدرتك تشتغل بايه
ونصيحتي ليك لو انت لسه مبتدئ، خليك في علف جاهز. علف جاهز ازاي؟ شوف شركة محترمة، اسأل اخوك، اسأل عمك، اسأل جارك، اسأل اي حد مربع عجول وبيشتري علف جاهز وجايب معاه نتيجة كويسة، وهات نفس العلف. طيب انا جبت العلف ولقيت العلف ايه؟ مظبوط. العلف طبعا قلنا لازم يكون متوازن، سواء انت هتعمله او سواء انت هتشتريه. طبعا انت لو هتعمله يبقى انت عندك خبرة وعارف انت بتعمل ايه والنسب اللي انت بتحطها حضرتك بتحط ايه. طب لو انت هتشتريه، طبعا قلنا في شركات محترمة كتير برضو تشتري منها وعلفها ممتاز برضو. تمام. يبقى احنا قلنا عندنا العجل لازم يكون مظبوط، المكان لازم يكون مظبوط، العلف بتاعك لازم يكون مظبوط 100%. بعد كده معانا التحصين. حضرتك التحصينات مش رفاهية في الوقت اللي احنا فيه. التحصين لازم 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 يتاخد. انت لو حسبت التحصينات كلها، ولو حسبت التجريعات الديدان، وحسبت الايفوماك، وحسبت البيطرة كلها، لو انت عندك خبرة شوية او حضرتك بتعرف تدي حقن، طبعا مش هتحتاج دكتور ان شاء الله. مش هتحتاج دكتور غير لو في حالة ما انتش عارف فيها حاجة غلط، انت ما انتش عارف تديها ايه. بس انت لو خبرة شوية ان شاء الله الدكتور مش هيخش عندك طول الدورة. انت اول ما تجيب العجول هتعرف تحصيناتها ايه وهتعرف دنيتها ايه. وكل الدكتور ما قال اللي هو ما يخشش عندك الدورة، كل ما ربحك زاد ومكسبك زاد، لان دخلة الدكتور بتصرف وبفلوس الدكتور عندك. فانت لو حضرتك تحصيناتك صح وتغذيتك صح، ان شاء الله انت مش عجلك ده هيبقى سليم 100%. طيب يبقى احنا هنظبط جدول التحصين معانا. اول العجل ما يجي في برضه فيديوهات على القناه، حضرتك هتعرف تستقبله ازاي وتعمله ازاي، عشان خاطر ده اللي هينجح معاك الدوره، وده اللي هينجح معاك التحويل. بعد كده بقى يا جماعه، العجل بيحب الروتين. بيحب الروتين ازاي؟ العجل بيحب ياكل بميعاد. يعني انا ما ينفعش اعلف العجل النهارده الساعه 6 الصبح، واجي بعد تاني يوم اعلفه الساعه 8، واجي اليوم اللي بعده اعلفه الساعه 10. العجل بيحب الروتين. انا بعلفه الساعه 6 الصبح او 7 الصبح، هو عايز كل يوم يتعلف كيلو. انا بشربه بعد الاكل بساعتين، هو عايز يشرب بعد الاكل بساعتين. انا بديله مثلا وجبه دريس الظهر ما بين الوجبتين، هو متعود على كده. لازم حضرتك تعود عجلك على نظام. هو من نفسه كده. لو انت عودته على نظام، انت هتلاقيه قاعد مثلا وقت الشرب، طالما هو ليه ميعاد محدد بيشرب فيه، هتلاقيه هو عايز يشرب. اول ما توديه يشرب هيشرب. وقت الاكل هتلاقيه مستني علفته وهو ظابط نفسه على الميعاد دي. ما ينفعش الشغل العشوائي مع العجل، مع عجل التحويل بالذات. عجل التحويل بالذات ده لازم ياكل بميعاد وياكل بكميات. يعني برضه نقطة نتكلم فيها، العلف ما ينفعش تحطه عشوائي، العلف لازم تحطه بميزان. ما ينفعش انا اخد شوية بجردل كده واقول حلوين دولت هيكفوه. اشتغل صح، مش هتخسر حاجة لما تجيب ميزان وترميه في اوضة العلف جنب منك، والجردل تبقى انت عارف انت بتحط ايه. او اعمل معيار. ما عندكش ميزان، هات معيار، يبقى المعيار ده كيلو، هحط 3 يبقى 3 كيلو. حاجات بسيطة بس ممكن تمشي بقى دنيتك وتشتغل بقى صح. يعني مش لازم تكلف نفسك، ولا لازم تصرف على نفسك وتكتر على نفسك الحاجة دي. تمام. فاحنا قلنا تحط بمعيار. والعلف بيحب الروتين، العجل بيحب الروتين، بيحب ياكل في ميعاد ويشرب في ميعاد. طب انا لو عملت الحاجات دي كلها يا عم اسلام، هيطلع عليها بايه؟ او انا هستفاد ايه؟ هتاخد تحويل. احنا بنعمل ده كله عشان حضرتك تاخد تحويل. طيب هاخد تحويل قد ايه؟ قلنا العجل بيحول من كيلو الكيلو ونص. يعني قلنا العجل يحول لك 45 كيلو في الشهر ان شاء الله، اللي هي العجول الخليطة بتاعتنا اللي هي العادية دي. طيب حاجة مهمة تانية يا جماعة، لازم تتابع عجلك كل 15 يوم توزنه. دي نقطة مهمة يمكن ناس كتير بتقع فيه. انت لو حضرتك عامل مشروع 10 عجول ولا حاجة، العشر عجول النهاردة يخش على المليون جنيه بمصاريفهم. لو انت هتجيب عجول كبيرة فوق 300 وتعلف بعلفهم ودنيتهم يخشوا على المليون جنيه. فميزان ب25,000 أو زي ما يكون سعره، مش هيخسر حاجة لما يكون عندك ثابت. وهو رأس ماله هيندفع مرة واحدة، تمنه هيدفع مرة واحدة بس، وبعد كده هيفضل عندك ثابت على طول. حتى لو بعته بعد سنتين 3 هيجيب فلوس. الميزان ده يا جماعة بيعرفني ايه؟ بعرفني طب انا عاوز اللي ولا هعمل ايه. انا جبت العجل ده النهارده، سجلت العجل عندي، دخل المزرعة يوم كذا،
العجل وزنه مثلا 200 كيلو 250 كيلو، انا هاجي بعد ال 15 يوم. طب العجل ده كل معايا في اليوم 4 كيلو، هضرب له الأربعة في 15. طب العجل ده كان كده 60 كيلو علف. طيب العجل ده زاد معايا كام كيلو بقى في ال 15 يوم؟ هي دي بقى هنا النقطة اللي انت حضرتك هتعرف انت بتكسب ولا بتخسر. العجل ده كان 60 كيلو علف، طب ال 60 كيلو في سعر اليوم بكام؟ وكل تبن وكل دريس وكل مش عارف ايه. طب العجل ده حول لي كام؟ العجل ده مثلا حول لي في ال 15 يوم حول لي 20 كيلو او حول لي 22 كيلو. طيب يبقى انا كده ماشي صح. هحسب سعر العلف مع سعر التبن وسعر الدريس وسعر المصاريف، واحط جنب منه سعر الايه، سعر اللحم، كيلو اللحم ماشي كام. فدي نقطة مهمة لازم حضرتك تبقى عارف. طب لو انا في عندي مثلا العجل لقيته بقى تحويله اقل من كيلو، والعجل ما بحولش كويس، يبقى هنا في خط احمر لازم اقف عليه. انا عملت ايه؟ انا ما بعرفش بميعاد. هل انا بحط العجل بشحطر العلف قدام منه في الارض ما بياكلوش؟ دي برضه نقطة مهمة يا جماعة تخليك برضه تخسر فلوس. الطوالة لازم تكون عالية، لازم تكون مظبوطة. ما ينفعش ارضية الطوالة تكون رمل، عشان خاطر العلف هيخش في الرمل العجل مش هيعرف ياكله. لازم الطوالة تكون مظبوبة متسفلتة. العجل ما يعرفش يزق ببقه الاكل يوقعه. دي برضو حاجات لازم حضرتك تاخد بالك منها. ديت انا عايز الجنيه اللي انا احطه قدام العجل يديهولي فلوس، يديهولي تحويل. طب ما هو لو عطاهولي تحويل هيديهولي فلوس، لان التحويل ده واسع، هيديهولي فلوس. فدي كل الفكرة اللي احنا بندور ايه، بندور حوالين منها وبنعمل حوالين منها. طيب يبقى احنا قلنا هتشتري عجل مظبوط، هيكون عندك المكان مظبوط، هتكون علفتك مظبوطة، هيكون عندك الاكل بميعاد وبحاجات ثابتة. طيب يا عم اسلام، والتوفيق من ربنا في الاول وفي الاخر، بس انت بتاخد بالاسباب وانا باخد بالاسباب وكلنا بناخد بالاسباب. طيب تعالى نحسب بقى، لو عجل النهارده 300 كيلو هيكلف عليا كام، او انا مكسبي او انا هكسب منه كام في اليوم. طيب العجل ال 300 كيلو النهارده اللي هو وزنه 300 كيلو، هنقول العجل ده بياكل 6 كيلو علف في اليوم. هياكل 3 كيلو الصبح و3 كيلو اخر النهار. طيب ال 6 كيلو علف دولت لو قلنا الكيلو مثلا ب 17 جنيه، هيبقى بحوالي 103. لو قلنا الكيلو ب 18 حوالي 108. يعني احنا هناخد متوسط 105 جنيه علف. ده العجل ب 300 كيلو. طب لو قلنا تبن، لو قلنا العجل بياكل مثلا 3 كيلو تبن، كيلو ونص الصبح وكيلو ونص اخر النهار. كيلو التبن يا عم هنقول كيلو التبن ب5 جنيه، يعني احنا معانا كده 15 جنيه تبن. 15 على 105 ادي معانا كام؟ معانا حوالي 120 جنيه. هنحط له 2 كيلو دريس برضو بين الوجبتين اللي هو الظهر، لان الدريس يا جماعه مهم، بيحول معايا وماده مالئه بيساعد برضو على الهضم، وبروتينه عالي يعني بيشتغل معايا كويس. قلنا الدريس، قلنا ال2 كيلو دريس الكيلو ب10 جنيه، يعني ب20 جنيه. 20 على 120 اللي هو تمن العلف وتمن التبن، يبقى 140 جنيه. هنحط له 10 جنيه في اليوم تحصين، يعني في الشهر 300 جنيه لو 10 جنيه. طيب تحصين ميه كهرباء فرش اي حاجه 10 جنيه مصاريف وتكاليف، يبقى العجل وقف عندي ب150 جنيه. العجل اللي هو وزنه 300 كيلو، عشان ما يجيش حد يقول لي طب العجل ما بيكبرش، العجل ما يا حبيبي يا استاذ، ما هو العجل لما يكبر انت حضرتك هتزود التكاليف دي، اكيد المصاريف دي هتزيد مع حضرتك. انا بتكلم على عجل 300 كيلو، ما بتكلمش على حاجه اكتر. ما هو لما يعلى بالطبيعي مصروفه هيعلى، من الطبيعي علفه هيعلى، ده كله. فاحنا دلوقتي بنتكلم على 300 كيلو، يبقى احنا قلنا العجل هيصرف علينا 150 جنيه في اليوم. 150 جنيه. طب العجل المفروض احول لي كام؟ العجل لو حول لي كيلو يبقى انا كده بخسر. ليه؟ الكيلو النهارده ب 175 ولا ب 180 ولا ب 170 حسب تقليب العجل، يبقى انا كده ما جبتش هم وما جبتش مكسب. يبقى العجل لازم يحول لي معايا على الاقل خالص كيلو ونص. لو العجل حول لي كيلو ونص، هتضرب الكيلو ونص في 175، تشوف فرق المصروف من فرق التحويل. فدي حاجة لازم تعرفها. كل العجل ما يحول معاك اكتر، كل انت ما فلوسك بتزيد ومكسبك بيزيد. والعجل ما بحولش بالعافية كده ولا بحول بالبركة كده. عشان العجل يحول لازم حضرتك تمسك نظام، والنظام ده على فكرة مش صعب،
ما تبصش للفيديو وكلام الفيديو. انت حضرتك بس لو عندك في دماغك الفكرة او الخلفية، انت حضرتك هتشتغل ده كله، مش هياخد لو 10 عجول. انت نص ساعة الصبح ونص ساعة الظهر ونص ساعة اخر النهار، انت هتلاحظهم وتعرفهم وتعرف انت بتعمل ايه وبتسوي ايه. النظام مش صعب، او اللي انت تشتغل صح عمره ما كان صعب طالما انت حابب الحاجة وانت عينك في الحاجة. عمر الموضوع ما هيبقى عليك صعب. اهم حاجة في الموضوع ده كله الملاحظة. لازم حضرتك ما تحطش اكل وشرب وخلاص، لازم عينك تبقى في وسط راس. انا شفت العجل ده اهو، طب العجل ده مكسل، طب العجل ده ما كلش على الفيتو، طب العجل ده ما شربش، طب العجل ده كذا. اهم حاجه الملاحظه. لو حضرتك خدت بالك من الملاحظه، انت هتوفر على نفسك حاجات كتير، هتوفر على نفسك دكتور، وهتوفر ليه؟ هتلحق الحاجه من اول. هتعرف لو في مشكله هتعزل، لو في مرض داخل عندك وانت لاحظت بدري، المرض مش هينتشر في المكان. فحضرتك لازم تكون عينك في وسط راسك وانت بتربي. ايه، احنا عارفين العجل غالي وعارفين العلف غالي وعارفين كل حاجة غالية، بس هو اللي حابب حاجة وشغال فيها ما بيعرفش يسيبها. انت كل واحد دلوقتي في مجاله، كل حاجة نار وكل حاجة غالية. بس هل حد عارف يسيب مجاله؟ هل حد عارف يشتغل شغلانة تانية؟ والله في ناس بتداحل وتعافر وتشتغل لأن الموضوع صعب، وفي ناس ما بتعرفش، في ناس لو هي بتخسر بتفضل برضه في نفس المجال. فحضرتك ابدأ وسيبها على الله. لان كان كلمني واحد وقال لي انا عايز ابدا او عايز اعمل. يا عم اتكل على الله، بس قبل ما تبدا اسمع بس من واحد، اسمع من واحد زي اخوك اسلام، اسمع من واحد زي اخوك محمد، اسمع من واحد زي اخوك كذا، من واحد زي اخوك كذا. شوف اللي بيديك المعلومه كويسه وبيديك المعلومه صح واسمع منه وابدا. لو هتبدا بعجل واحد، لو هتبدا بخروف واحد، ابدا يا عم واتكل على الله وسيبها على الله. ويا جماعه لو حد عنده معلومه ولا حد عنده حاجه ما يستخسرهاش في حد. والله العظيم ما حد هياخد رزق حد في الاخر، كلنا لا نرزق ولا انت هتاخد من رزق حاجه ولا انا هاخد من رزقك حاجه. ما تستخسرش لما تديله معلومه. انا ممكن اللي انا مريت بيه في خلال سنين انا ممكن اديهولك في كلمه واحده. التعب اللي انا قعدت استنتجه من وسط العجول وسط البهايم وسط ده كله ممكن اديه لحضرتك في كلمه واحده. فحضرتك لازم تسعى وتاخد المعلومه من الشخص الصح وتسيبها على الله. وقبل كل حاجة لازم تراعي ضميرك في شغلك. الحاجة الحرام ما تحطهاش، الحاجة اللي مش مظبوطة مالكش دعوة بيها. راعي ربنا قبل كل حاجة وقبل الناس، وربنا هيكرمك. ودايما حط لنفسك خطة، حط لنفسك خطة اللي انت، انا مش هدف اللي انا اجيب عجل واقعد عليه. لو هتبدأ، لو هتشارك واحد في نص عجل بس ابدأ. انا عارف ظروف الشباب وظروفنا كلنا صعبة. بص ظروف كل الحال من بعض، كله بعافر. فربنا يرزقنا جميعا. حط لنفسك خطة زي ما قلت لك. انا عندي عجل، يبقى انا العجل ده ان شاء الله بعد سنة هخليه عجل ونص، بعد سنتين هخليه عجلين. حط لنفسك خطة ان انت تكبر من نفسك. مش قادر تجيب عجل ونفسك تجيب عجل، هاتلك خروف، هاتلك خروف والخروف هيجيب عجل، هاتلك نعجة، هاتلك معزة، هاتلك جدي. دايما حاول تطور من نفسك وتجدد من نفسك. طب هل احنا من الناس ما بتخسرش؟ كلنا بنخسر، كلنا بنموت، عندنا عجول، والدنيا والله العظيم ماشية ما يعلم بالحال غير ربنا، ماشية بالزق وماشية بالعافية. بس هنقول مش عارف ايه. لازم نسعى ولازم نعمل. احنا شباب، احنا في عز سننا دلوقتي، ان كان الواحد عنده 27 سنة ولا 28 سنة، لازم الواحد يسعى ويسيبها على الله ويفحت في الصخر ويفحت. كلنا عندنا عيال وكلنا عايزين نوكل عيالنا بالحلال. اهم حاجة تراعي ربنا في شغلك وتراعي لقمتك وتراعي اكل عيشك. ومعلش لو طولت عليكم، بس دي حاجات مهمة لازم حضرتك تعرفها. وكنت بدردش معاك شوية، والنهاردة الجمعة ما تنساش تصلي على حبيبك وحبيبي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الاخر يا عم لو استفدت مننا اي حاجة بقى في الاخر، ما تنساش تدعمنا. بص، ادعمنا بلايك، ادعمنا بتعليق، ادعمنا بأي حاجة. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.